السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الباشمهندس أحمد حسين من كورس AI Coding Academy مع الباشمهندس حسام وباشمهندس محمود. النهاردة أنا جاي أعرض مشروع كان عن المشروع ده كان كومبيتيشن على كاجل كانت منزلاه، وهو للأوبيزيتي ريسك أو اللي هو خطر السمنة. فكاجل كانت منزلة ملفين، ملف الترين وملف التست، دول بقى اللي هنشتغل عليهم. طيب نبدأ أول حاجة بأول سيل معانا. معروف طبعا إن أول سيل بنبدأ فيها إن إحنا بنعمل امبورت لكل المكتبات بتاعتنا. عملنا النمباي والبانداز والماتبلوتليب والسيفر. بعدين دخلنا بقى على المكتبات اللي هي تبع الفيوتشر انجينيرنج وتبع الموديلز بتاعتي. اول حاجه عملت اللي هو السمبل من فروم اسكيلين دوت امبيوت، عملت امبورت للسمبل امبيوتر. ده بيعمل ايه؟ دوت لو انا عندي نون في الداتا ده بيشيلها لي او بيبدلها يعني بالمين او بالمود او بالميديان وهكذا. وبعدين من البري بروسيسنج عملت امبورت للليبل انكودر والستاندر سكيلر. ايه الليبل انكودر وايه الستاندر سكيلر؟ الليبل انكودر دوت بيخلي لك الكاتيجوريكال داتا، بيخليه لك نيوميريكال داتا. يعني انا لو عندي مثلا في الجندر عندي ميل وفيميل هيخليها لك 0 و1 مثلا يعني. والستاندر سكيلر لو انا عندي مثلا نيوميريكال داتا، عندي مثلا فيوتشر معين وفي ارقام. الارقام دي مثلا لو جينا الارقام دي متفاوته، يعني مثلا 31 54 36 100 150 60 كده. هو بيحاول يقربها من بعض، بيحاول يخليها في سكيل معين بحيث ان هي ما تبقاش ارقام متفاوته كده، وبحيث ان هي تدي للموديل برضو ان يعني تخلي الموديل يتعلم احسن. ومن اللينير موديل بقى عملت بقى ايه عملت امبورت لوجيستيك ريجريشن، ومن الاس بي ام عملت الاس بي سي، امبورت الاس بي سي علشان انا هشتغل كلاسيفيكيشن. ومن التري عملت الديسيجن تري كلاسيفيكيشن. النيف بايز عملت جاوسن ام بي. ومن النيبرز عملت امبورت للنيبر كلاسيفيكيشن او نيبر كلاسيفاير. ومن الانسمبل عملت امبورت للراندوم فورست والجريديان بوستنج والاي دي اي بوست والفوتنج. وفروم اكس جي بوست عملت امبورت للاكس جي كلاسيفاير. طيب، ومن الترين ومن الموديل سيلكشن عملت امبورت للكي فول والكروس فيل سكور والترين تيست سبليت والجريد سيرش سي في. دول هنعرفهم تحت، كل ده هنعرفه تحت يعني. ومن الماتريكس عملت امبورت للكونفيوجن ماتريكس والاكيورسي سكور والبريسيجن سكور والريكول والكلاسيفيكيشن ريبورت. طيب، وهنا عملت امبورت وورنينجز بحيث ان انا لو عملت اي فيجواليزنج وطلع لي رساله تحذير يعني يشيلها، يعمل لها اجنور، ما يخليهاش موجوده يعني، بحيث ان النوت بوك بس يكون شكلها كويس يعني. طيب، بدانا بقى ايه نعمل بدانا نعرض الداتا بتاعتنا. طبعا كان في ملفين، ملف الترين وملف التست. فانا عملت فاريبل اسمه الترين وفاريبل اسمه التست، وحفظت في كل واحد فيهم الفايل بتاعه او الاكسل شيت بتاعه. يعني هنا الترين اهو موجود في الترين والتست موجود في التست. طيب بدأنا نعرض اول حاجه الترين. عندي لقيت عندي هنا الاي دي والجندر والايج والهايت والويت وكل الفيوتشرز ديت. بس انا الاهم حاجه عندي الفيوتشرز ده. الفيوتشر ده هو اصلا التارجت بتاعي، اللي هو انت عندك سمنه من انهي نوع يعني. السمنه بتاعتك التايب بتاعها ايه بالظبط. طيب، لو جينا تحت في التيست ولو جينا عرضنا التيست هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان فيها نفس اللي موجود في الترين بالظبط، هو فيوتشرز، نفس الفيوتشرز هي. ولكن لو جينا نلاقي اللي هو النو الانه اوبيزيتي دوت. ليه؟ لان انا هعمل ترين على الداتا دي، انا هعمل عليه والفيوتشر بتاعي ده موجود، هعمل عليها ترين. وبالتالي بعد ما اعمل عليها ترين هتست بقى على فايل التست ده، وبعد ما اعمل تيست هيطلع لي سبمشن في الاخر، او هيطلع لي البريدكشن بتاعي. هو ده بقى اللي هيبقى هو ده هيبقى الفيوتشر الجديد اللي انا عملت عليه تيست بقى، وده كله ده اللي انا في الاخر. طيب، عملت التيل، يعني عملت اول حاجه هيد بيطلع لي 5 الداتا، وبعدين عملت التيل بيطلع لي 5 كولوم من اخر الداتا. بعدين عملت الانفورميشن دوت انفو، عملت للترين وعملت للتست بالمنظر ده. الترين اول حاجه يعني هو بس المهم ان انا اعرف هل في نل
في الداتا ولا لا، والداتا تايب بتاعتي ايه، يعني ايه ايه نوع الداتا اللي عندي اللي موجوده في الترين. فانا هنا عندي والله 20758 رو. تعالوا نبص بقى، هنا عندنا 20758 وهكذا كل ده نفس الرقم. فبالتالي ما عنديش نون في الداتا. فانا كده اصلا مش، فانا كده خلاص انا يعني كده في خطوات كتيره يعني اتشالت. طيب الداتا طيب عندي متلخبطه بقى، عندي انتجر وعندي فلوت وعندي اوبجكت. طب انا ايه اللي انا محتاج اتعامل معاه؟ انا محتاج اتعامل مع الاوبجكت. اهم حاجه ان انا اتعامل مع الاوبجكت، ما ينفعش اخلي فيه اوبجكت في الداتا. ليه؟ لان انا المودلز نيوميريكال بس، ما ينفعش اخلي فيه اي حروف في الداتا، كله ارقام. طيب نيجي نعرض برضو التيست. عندنا كام؟ عندنا 13840. نفس الرقم برضو موجود في كل الفيوتشرز هنا، وبرضو ما عنديش اي نوع خالص. طيب الداتا تايب برضو متلخبطه، عندي انتجر وعندي اوبجكت وعندي فلوت، فطبيعي هضطر اوبجكت. طيب بعدين عملت ديسكرايب للترين وللتيست بالمنظر ده، عشان بس ايه يعني يطلع لي المين والماكسيمم والمينيمم والنسبه اللي هي ال 50% وال 75%. ولكن انا عملتها للفيوتشرز اللي هي نيوميريكال بس، لان طبعا مش دي ارقام، فيعني دي نسب، كل دي نسب، فما ينفعش تتعمل للجندر ميل وفيميل مثلا، الا بقى لو حولتهم لنيوميريكال يعني. طيب عملت هنا للترين وعملت للتست بالمنظر ده. بعدين عملت سيمبل عينه عشوائيه للترين والتست، بيطلع لي عينه عشوائيه يعني من نص الداتا كده. مش شرط من النص، يعني هي عينه عشوائيه عامه يعني. خدت منهم 5 رو يعني بس. طيب نبدا بقى من هنا. ديت فانكشن بتعمل لي بار. البار دوت انا هبدا احط فيه الفيوتشرز اللي انا عايزها. طيب انا هنا والله قلت له انا هعملها على حسب السموك والنون سموك. قلت له والله السموك هتاخد لي هتعمل لي داتا فريم من الترين اللي شغال على الترين، الفايل اللي هو الترين. هاخد لي الترين سموك لو هي بتساوي يس، هتحطها لي هتحطها لي في الفاريبل هو السموك. ونفس الكلام لو هي السموك دي لو بتساوي نو هتحطها لي في النون سموك. طيب وبعدين قلت له دي اف بتساوي بي دي دوت داتا فريم، هيعمل لي داتا فريم للسموك والنون سموك، هيحولهم لي لداتا فريم. بعد ما يحولهم لي لداتا فريم هيبقى عندي الاندكس بتاعتي اللي هتتحط على البار هيبقى عباره عن سموك ونون سموك، هما تو اندكس بس، يعني محور الاكس بتاعي هيبقى فيه سموك وفيه نون. وهنا عملت البلوت بتاعي الكايند هيبقى بار وعملت الستاك بترو، والفيجر سايز عملته 10 في 6. والاكس والاكس تكس ديت روتيشن زيرو، عشان ايه يعني ما يخليش الكلام يبقى يعني بدل ما هي سموك كده ما يخليهاش كده، لا يخليها زي ما هي كده. هنا بقى بدات اقسم الداتا بتاعتي للجزء الاوبجكت والجزء النون اوبجكت. والله قلت لهم عندي فاريبل اسمه اوبجكت، هاخد منه من الترين سيلكت داتا تايب للاوبجكت. وعندي فاريبل تاني اسمه نون اوبجكت، ده اللي هحط فيه كل النيوميريكال. والله خدت النون اوبجكت وقلت له سيلكت داتا تايب اكسكلود اوبجكت، يعني شيل يعني مش يعني ما عدا الاوبجكت، ما تختارليش الاوبجكت، خد لي يعني كله ما عدا الاوبجكت بس. وعشان اتاكد هنا عرضت الاوبجكت بتاعي هو دول كده. طيب بدات اعمل بقى ايه فور لوب عملتها على الاوبجكت اللي هو جزء الداتا، الاوبجكت اللي انا اخترته اللي هو اللي انا قسمته هنا اهو. عملت برج الفانكشن بتاعتي الاي، فبالتالي هيبدا يعرض لي يعني السموك والنون سموك على حسب الجندر. يعني انا قد ايه عندي مثلا، يعني عندي مثلا الميل نون سموك اهو مثلا، وعندي الفيميل من النون سموك برضو، وعندي برضو السموك واضح ان يعني هنا السموك والنون سموك برضو من الميل والفيميل. وبالتالي وهنا برضو نفس الكلام مع الفاميلي هيستوري وذ اوفر ويت، على حسب الناس اللي بتدخن والناس اللي بتدخن والناس اللي ما بتدخنش. عمل لي برضو كذا 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 بار برضو بالمنظر ده.
دي فانكشن تانية برضو لحاجة اسمها آه، اسمها ايه اللي هي الفاكت جريد. حطيت والله ان عملت الفانكشن دي هتاخد 4 بارامترز. طيب الاربع بارامترز دول ايه هقولهم دلوقتي. طيب عملت فانكشن اسمه فاكت او فيست يعني خدته من اللي هو من السي وورد. فيست جريد هاخد الترين بتاعتي الفايل اللي هو الترين، والهيو بتاعي اللي هو اصلا هاخده لون اللي هو الانه اوبيزيت دوت اللي هو اصلا التارجت بتاعي. والاسبكت 4 عشان بس ايه يعني محور الاكس يبقى طويل شويه. وقلت له هنا ماب هتعمله الفيس دي هتعملها دوت ماب. الاس ان اس خليتها الدوت كي بلوت. والماب ديت هنا الماب دي هي دي اصلا اللي هو اسمه ايه البارامتر بتاعي اللي انا هختاره. يعني انا عندي الست وعندي الاكس ليميت ميني والاكس ليميت ماكس دول البارامترز بتوعي اللي انا هختارهم. فاول رسمه معايا انا قلت هنا عملت هنا استدعاء للفانكشن وقلت له والله انا عايز الايدج. وهنا يعني هيبقى الايدج، وعملت هنا الاكس ليميت ميني بتاعي هيبقى الترين للايدج دوت ميني اقل رقم في الايدج عشان يعمل لي محور الاكس يعني محور الاكس بتاعي ياخد من اول اصغر رقم لحد اكبر رقم. فانا قلت له هنا الايدج دوت ميني الترين للايدج دوت ميني والايدج دوت ماكس. وعملت برضو هنا يعني عملت اتنين مع بعض يعني مره للايدج ومره للسي اتش 2 او، وهيطلع لي بالمنظر ده. اه في الجنب هنا ده دي الانواع بتاعه السمنه بتاعتي. ودي الرسمه بتاعتي. هنا عملت مع الهاي والويت نفس الكلام برضو. هنا انا حطيت الثلاثه دول مع بعض عشان يعني ما كانش فاضل الا هم يعني. فانا قلت اما اخد الثلاثه دول مع بعض يعني مره واحده كده وحطيتهم مع بعض. طيب نخش على الفيوتشر انجينير. انا دلوقتي عندي زي ما في عندي داتا زي ما شفنا عندي داتا كاتيجوريكال عندي داتا نيوميريكال. طيب انا عايز اخلي كله ايه، عايز اخلي كله نيوميريكال، فبالتالي انا هشتغل على الداتا كاتيجوريكال. فانا عندي فاريبل اسمه ايه هحط فيه الليبل انكودر. الليبل انكودر ده اللي بيحول لي اي كاتيجوريكال لنيوميريكال. فعملت فور لوب قلت له فور اي ان رينج من 0 لحد الاوبجكت دوت شيب 1. الاوبجكت ده اللي هو الداتا الكاتيجوريكال اللي انا قسمتها فوق. والله قلت له ليبل انكودر هتعمل لي فيت ترانسفورم على الاوبجكت دوت اي لوك من كل الرو والاي ده اللي هو يعني وهتحفظهم لي في نفس المكان برضو هو عشان يعني يبقى معايا في نفس الفاريبل بتاعي ما يتغيروش. طيب انا بعد ما عملت كده برضو هم اتغيروا، بس فضل الداتا تايب بتاعهم هيفضل اوبجكت، ما تحولوش لانتجر، هيفضلوا اوبجكت. فبالتالي انا اخدته كده اهو قلت له والله عندك الاوبجكت اللي انا لسه محوله فوق وهتعمل لي از تايب انتجر، يعني هتحول لي الداتا تايب بتاعته الانتجر. فبالتالي انا عندي الاوبجكت اهو عرضته دلوقتي كله بقى ارقام. طيب آه هعمل دلوقتي كونكاتينيت يعني هضم الاوبجكت والنون اوبجكت. خلاص خلصت الاوبجكت وكده كده ده نون اوبجكت يعني هو اصلا نيوميريكال فانا مش محتاج اعمل فيه حاجه. فبالتالي خلاص هعمله كونكاتينيت وهعمله هنا الاكسس واحد علشان يعني ما يعرضهوليش اللي هو ايه مثلا ما يعرضليش جزء فوق وجزء من تحت، لا ده هو يحط لي كله جنب بعض كده. يعني مثلا ما يعرضليش يعني انا لو معايا مثلا ايه، لو انا معايا الداتا بتاعتي اهي مثلا فما ي... ما يعرضليش جزء هنا مثلا والجزء التاني هنا مثلا والباقي كل ده هيبقى لا انا خليته هنا اكسس واحد
علشان يحطهم لي كلهم جنب بعض كده يعني. طيب بعدين بصيت عندي بقى في الداتا، لقيت عندي هنا عندي الايدج وعندي الويت، عندي ارقام كبيره متفاوته، فانا هضطر اعمل له ايه؟ هضطر اعمل له ستاندرد سكيلر. فعملت سكال واحد وسكال اتنين. سكال واحد حطيت فيه الايدج، وسكال اتنين حطيت فيه الويت. وقلت له عندك الداتا ترين. هنا طبعا انا سميت يعني الداتا الجديده بتاعتي بقى خلاص اسميتها بقى ايه؟ داتا ترين. ماشي. بعد ما عملت السكال واحد وسكال اتنين قلت له عندك الداتا ترين الايدج بتاعها هتعمل لي فيت ترانسفورم للسكال واحد اللي هو ده، وعندك الداتا ترين للويت هتعمل له برضو ايه؟ من السكال اتنين. الستاندرد سكيلر بيعمل لي سكيل ما بين سالب واحد لواحد، في الميني ماكس سكيلر بيعمل لي من سالب 3 ل، يعني ايه هستخدم الستاندرد سكيلر. فهتلاقي الايدج هنا هو معمول له هو سالب واحد، سالب واحد، سالب نص. الويت هنا برضو هتلاقي سالب 2 من 10، واحد وستة كده يعني. طيب عرضت التست بتاعي، الملف التست بقى ده لسه ده كل ده ده كل ده الترين ده خلاص، ده كده الداتا الترين ده الفاريبل الجديد بتاعي، دي الداتا الترين اللي انا هشتغل عليها بقى. دي ده اللي انا لسه ما اشتغلتش عليه وما عملتش عليه حاجه. هرجع اعمل هقسم بقى من جديد. قسمت التست اوبجكت والتست النون اوبجكت نفس الكلام، وعملت له ليبل انكودر برضو بنفس الطريقه. وبعد ما عملت له ليبل انكودر قلت له غير لي الداتا تايب بتاعتها الانتجر، وعملها لي بالمنظر ده. وعملت له كونكاتينيت والاكسس واحد. اكسس واحد دي علشان التقسيمه اللي انا كنت قايل عليها. وخليتها برضو كده عندي داتا ترين وكده عندي داتا تيست، دول الفاريبلز اللي انا هشتغل عليهم. قسمت برضو سكال 3 وسكال 4، خدت من الداتا تيست بتاعتي ديت، خدت الايدج والويت عشان ايه؟ اعمل لهم فيت ترانسفورم، لان كان عندي برضو هنا الارقام متفاوته شويه. وعرضت الداتا تيست بتاعتي، وبدات هنا اعمل عرضت نفس الانفورميشن بتاعي تاني لحد ما اتاكدت ان انا عندي الانتجر، ان الداتا تايب بتاعت الترين انتجر، والداتا تايب بتاع انتجر او فلوت يعني، والتيست بتاعتي انتجر او فلوت، المهم ان هم ارقام. طيب نخش بقى على جزء المودلز بتاعي. والله قسمت هنا الاكس والواي. ده الاكس دي قلت له عندك من الداتا ترين اللي هي الجديده بقى هتاخد لي الداتا ترين دروب. الاي دي طبعا انا مش عايزه، مش هعمل حاجه بالاي دي. والفيوتشر والتارجت بتاعي اصلا انا مش عايزه في الترين، يعني انا اصلا مش عايزه هنا. انا عايز انا عايز هنا ال ال سوري مش في الترين، انا عايز في الاكس بتاعتي اخد كل الداتا ما عدا التارجت بتاعي، وقلت له اكسس واحد. وهنا الواي هو بقى هيبقى الفيوتشر بتاعي، ده اللي انا هعمل عليه، البريدكشن. عملت اكس شيب وواي شيب طلع لي بالمنظر ده كده اهو. وعرضت عملت هيد للاكس، ما خدش اللي هو الفيوتشر اللي هو التارجت بتاعي ما خدوش، والواي ده اصلا هو التارجت بتاعي. طيب هنا انا الواي كنت عامله اللي هو الانه بيزد دوت، انا كنت عامل له ليبل انكودر، فعلشان كده اتغير الارقام. بس هنعمل حاجه تانية خالص اما اوصل لها يعني. طيب بدأنا أول حاجة بدأت بالكي فولد. الكي فولد ده بيعمل إيه؟ والله أنت أنا قلت له هنا الإن سبليت 5، قلت له الموديل بتحط له عندك الكي ان بتحط له كي ان بيعمل إيه؟ بياخد 5 اكيورسيز. هو بيعمل اتريشنز، 5 اتريشنز بيطلع لك 5 اكيورسيز، ومن الخمسه اكيورسيز دول هعمل لهم، هاخد المين بتاعهم، هاخد اللي هو المتوسط بتاعهم، وايه هعرضه في الاخر. يعني هنا هو انا الكي فولد بتاعي. طيب قلت له انا عايز هنا ايه الان سبليت بتاعتي 5، هشتغل 5 iteration، وهعمل له ايه؟ عينه عشوائيه شافل. والراندوم ستيت بتاعي 42. ايه الراندوم ستيت ده؟ والله الراندوم ستيت ده انا واخد جزء داتا معين، عشان ايه؟ لو حد اخد نفس الفايل بتاعي وعمل له ران يطلع له بنفس نفس الارقام، نفس الاكيورسيز دي، علشان ايه؟
ما يحصلش لخبطه يعني، الا لو غيرت الرقم ده فطبعا كل الاكيورسيز ممكن تتغير. طيب بدات اول حاجه بالكي ان ان. عملت ايه؟ عملت وحطيت فيه الكي ان ان، وعملت ال ان النيبرز بتاعتي ب 10، والسكورنج بتاعتي اللي هو هيبقى اكيورسيز. طيب عملت ايه؟ اخدت السي ال اف. اول حاجه عملت اللي هو ادي هنا الكروس فاليو سكور. انا هعرض الكروس فاليو سكور. طيب هنا اخدت اول حاجه السي ال اف، واخدت بعد كده الاكس والواي اللي انا هشتغل عليهم، والسي في ده هو الكي فولد اصلا اللي انا هشتغل عليه. وعملت الاس 1 دي حاجه ليها علاقه بالبروسيسور، يعني اللي هو تقريبا يعني تشتغل على البروسيسور كله، او بتحط البروسيسور بيبقى شغال على الجزئيه دي بالذات كل طاقته او حاجه زي كده، مش فاكرها قوي يعني. والسكور هو السكورنج الاكيورسي. طلع لي طلع لي ادي السكور الخمسه بتوعي، ادي اول واحد والثاني والثالث والرابع والخامس. عملت مين ليهم، واخدت والراوند اخدت اول رقمين بس من بعد العلامه يعني، ويعني 77.68 يعني حاجه مش يعني مش اللي هي احسن حاجه. طيب عملت الديسيجن تري نفس الكلام برضو، غيرت في بارامترز طبعا. فعملت هنا الانتروبي والماكس ديبس 9 والراندوم سيتي 42. الماكس ديبس دوت اللي هو هيقسمهم لي كام ليفل، والانتروبي ده اللي هو الكريتيشن بتاعي الكريتي عملت انتروبي. عملت الانتروبي دوت والماكس ديبس 9. السكورنج برضو سكور اللي هو هيبقى الاكيورسي، ونفس الكروس فال سكور برضو عملته بنفس الطريقه. هنا طلع لي اكيورسي حلوه، طلع لي 87.47. دي اكيورسي يعني معقوله، دي كويسه جدا. في الراندوم فورست اهم حاجه طبعا في المودلز اللي بيبقى فيها بارامترز زي كده، اهم حاجه التجربه. اهم حاجه التجربه، لازم تقعد تجرب، غير في الماكس ديبس، غير في الانستيميتورز، غير في كل ده. كل ده غيره، لازم تقعد تغير في الارقام وتعمل تيوننج ما بين كل دول عشان تطلع بالظبط اكيورسي اعلى حاجه تقدر توصل لها. الراندوم فورست طلع معايا برضو الاكيورسي بتاعته حلوه جدا، 89.86، طلع لي حلو جدا. النيف بايز برضو ده كل ده انا شغال على الكي فول. النيف وحش بصراحه، 66 يعني مش كويس قوي يعني. الجريديان بوستنج طلع لي 88 كويس، والاس في ام طلع لي 86. انا هنا اشتغلت هو بولي. ده انا لما عملته لقيته احسن واحد يعني، طلع لي اكيورسي. الاي دي اي بوست طلع لي 49، وحش جدا، ما جاش اصلا يعني، مش موجود. الاكس جي بوست طلع لي 89. طلع لي 89 ده كويس جدا برضو. قعدت العب في البارامترز دول، وخصوصا الليرنينج ريت مهم جدا برضو، التغيير فيه بيأثر جامد في الاكيورسي يعني. طيب الفوتنج ده هو بيعمل ايه؟ بيعمل والله ان هو بياخد كذا 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 موديل، 5 موديلز مثلا. والله انا اشتغلت على الموديل الاولاني وطلعت اكيورسي 8%، 80%. في ايرور 20%. الايرور ده هيوديه على الموديلز الثاني يتعلم منه ويطلع اكيورسي. طلع اكيورسي 10، اكيورسي مثلا 90، و10% 10% ايرور. ال 10% دول يروح موديها على كده، شغال سيكوينشال، شغال بطريقه تسلسليه. فانا هنا اخدت 4 موديلز هم اعلى حاجه كانت عندي يعني، الاكس جي بوست والجريديان بوستنج والديسيجن تري والراندوم فورست. بعدين قلت له هنا والله عندك الفوتنج كلاسيفاير، عندك الاستيميتورز بتاعتي هم المودلز دول، والفوتنج بتاعي هيشتغل هارد، في هارد وفي سوفت. انا هشتغل والسكورنج بتاعي برضه هو اكيورسي، والسكور برضه هنا هيبقى الكروس فال سكور، الاكس والواي والكي فولد برضه، والان جوبس واحد، والسكورنج برضه عملته سكور.
طلع لي هنا برضو الاكيورسي عاليه جدا اللي هي ايه 89 94. طيب نيجي على الترين تيست سبليت. انا والله هنا هقسم اكس، وهي كل الداتا اللي عندي ما عدا ما عدا التو كولومز دول اللي اصلا يعني تقريبا كان ممكن اعمل له دروب اصلا من الاول. وال والان اوبيزيت دوت اللي هو التارجت بتاعي. الواي تارجت هاخده بقى هو الفيوتشر ده، وهبدا اقسم الداتا بتاعتي الاكس ترين والاكس ترين والاكس تيست والواي ترين والواي تيست، واللي هو عن طريق الترين تيست سبليت. والله هقول له عندك هو الاكس فيوتشرز اللي هم ال الفيوتشرز دول، والواي التارجت بتاعي ده. وعندك التست سايز هيبقى هتشتغل على 60%، والراندوم ستيت بتاعي 42. طيب هنا اول حاجه بقى هخش على اول موديل بتاعي هو اللوجيستيك ريجريشن. والله قلت له اللوجيستيك ريجريشن هتعمل لي الراندوم ستيت 42 عشان يثبت لي العينه بتاعتي يعني برضو، ويثبت لي الاكيورسي بتاعتي. هعمل له فيت على الاكس ترين والواي ترين. بعد هو خلاص هو كده هو كده اتمرن، هو كده خلاص الاكس ترين والواي ترين هو كده اتمرن عليهم. طيب هقول له والله تعالى بقى البريدكت اعمل لي بقى على الاكس تيست، خد التيست بتاعك وشوف هطلع لي الاكيورسي عامله ازاي. هنا دي الكونفيوجن ماتريكس بتاعتي. هنا انا عرضت الكونفيوجن ماتريكس بتاعت اللي هو ما بين الواي تيست والواي بريدكشن، والاكيورسي بتاعتي هنا طلعت لي 80%، فحاجه كويسه مش وحشه. وهنا برضو يعني عرضت هنا برضو الاكيورسي 80%. الكي ان ان اللي هو عملت له برضو فيت اكس ترين والواي ترين، قلت له اتفضل اتمرن، وبعدين قلت له يلا اعمل لي بقى ايه بريدكت على الاكس تيست. طلع لي 75. ده طبعا يعني مش حلو قوي يعني. الاس في ام اخدت الكيرنل، عملت له الكيرنل بولي، وبعدين برضو قلت له اعمل ترين على الاكس ترين والواي ترين، وقلت له عندك هو بقى اعمل لي بقى بريدكشن على الاكس تيست. طلع لي 85. ده كويس جدا جدا. الديسيجن تري قلت له عندك هنا عندك الانتروبي والماكس ديبس 9 والراندوم ستيت 42. قلت له اتمرن على الاكس ترين والواي ترين. والواشن بتاعي طلع لي 86. ده كويس جدا. الراندوم فورست برضو كذلك. قلت له خد اعمل لي فيت على الاكس ترين والواي ترين اتمرن عليهم يعني، وبعدين اعمل لي بقى ايه البريدكشن بتاع الاكس تيست. طلع لي 89. كويس جدا جدا جدا. الاكس جي بوست برضو اديت له البارامترز بتاعتهم. انا البارامترز دول واخدهم من فوق، البارامترز اللي انا كنت شغال عليها فوق لما كنت بشوف انهي اعلى بارامترز هيدي انهي موديل بالبارامترز بتوعه هيديني اعلى اكيورسي. فدي البارامترز دي اللي هي زي اللي انا اشتغلت عليها فوق. قلت له والله عندك الواي بريدكشن هتشتغل على هتعمل تيست على الاكس تيست بتاعتي، وطلع لي ايه 88. الجريديان بوستنج طلع لي برضو كذلك 88. الفوتنج هنا انا اخدت اعلى اربعه عندي اللي هم الاكس جي بوست والجريديان بوستنج والديستيشن تري والراندوم فورست. وقلت له والله انا هشتغل سوفت. انا قلت له المره دي الفوتنج بتاعي هيبقى سوفت. قلت له هتعمل لي فيت بقى على الاكس ترين والواي ترين، هتعمل ترين عليهم، بعد كده هتعمل لي التيست بتاعي هيطلع 89. ودي حاجه كويسه جدا. بس بعد كده انا خلصت خلاص يعني كده الداتا بتاعتي كلها خلاص كده. انا كده خلصت كل شغلي. فاضل بس ان انا اعمل سبمشن عشان ارفع السبمشن بتاعي، عشان دي كومبتيشن، فلازم ارفع السبمشن بتاعي على الايه الموقع اللي هو على الصفحه بتاعت الكومبتيشن يعني. فوالله انا قلت له هنا السبمشن بتاعك ده عملت سبمشن بالفوتنج، لان الفوتنج عندي اخر حاجه طالع اهو، طالع 89 يعني اعلى حاجه. فقلت له والله هتعمل لي سبمشن بالفوتنج، هتعمل لي من الفاينل داتا، هتعمل لي داتا تيست دوت دروب، عامل دروب بقى للاي دي خلاص، مش محتاج الاي دي في حاجه، والاكسس واحد، وعملت دوت كوبي. وبعدين قلت له والله عندك البريدكشن بتاعك هيبقى هتعمل من عن طريق الفوتنج هتعمل بريدكشن للفاينل داتا بقى دي كلها.
بعدين عملت هنا عملت داتا فريم، عملت داتا فريم للاي دي والتارجت. طيب عشان ايه؟ عشان يعني يظهر لي الاي دي بتاعه كذا، النوع اسمه ايه السمنه بتاعته من النوع كذا. وعملته ايه سبميت بسي اس في. ولكن في حاجه، الداتا اللي كانت كاجل منزلاها ما كانتش كده. هي الداتا اللي كاجل منزلها كانت ما كانش اللي هو النوع مكتوب 3 5 4، لا كان مكتوب الاسم بتاعه. فبالتالي عملت حاجه آه، انا ما كنتش انا ما عرفتش اعمل لها انفيرس ترانسفورم. فانا قلت اما اجرب اعملها ايه بالريبليس. فبالتالي انا قلت هنا ايه عرضت اللي هم اللي عندي من الترين قديمه خالص اللي هي كانت في الاول خالص. عرضت الترين بتاعي، والله عندي هنا ايه الاوفر ويت ليفل 2 نورمال ويت وهكذا. وعرضت ايه الداتا ترين بتاعتي اللي هي الان او بيزت، ايه عملتها ان يونيك عشان يطلع لي ايه يعني ايه الاعداد اللي عندي. فبالتالي طبعا هنا 6 هي عباره عن اللي هي ايه الاوفر ويت ليفل 2، الواحد هو النورمال ويت، والزيرو هو ده، والثلاثه هو ده كده. فبالتالي عملت ريبليس الستة والواحد والزيرو والأربعة والثلاثة والخمسة والاثنين بال الأسامي بتاعتهم الأصلية أصلا اللي كانت في الأول بس. وبعد كده عرضت وادي هو السمشن بتاعي اهو، الاي دي كذا، السمنه اللي عنده كذا. وعملت في الاخر بقى ده السبميت بتاعي هو الفايل الفاينل يعني اللي انا ايه هرفعه على كده بس. وهي دي كانت داتا خفيفة يعني، او مش خفيفة يعني، هي كان فيها شغل كتير. يا رب تكونوا فهمتوا يعني.